اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه البطاطس بالفراخ. هنعملها بطريقه حلوه جدا وسهله وبسيطه وخفيفه، من غير ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. بتكون طعمها حلو جدا وطريقتها سهله قوي. ده كده بيكون شكلها، والفراخ بتاعتها بتبقى طعمها حلو قوي. بتكون شاربه كده من الصلصه والخضار بتاعنا. بنعمل جنبها بس رز بشعريه او رز حبه وحبه على حسب، او رز ابيض على حسب ما بنحبه. اتمنى انكم تشوفوا الفيديو لحد الاخر، ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد هنزله. بصوا الفراخ بتاعتها كمان بتبقى دايبه قوي. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعملها ازاي. هنا انا مقطعه بطاطسايه شرايح، ما تكونش رفيعه قوي عشان تستحمل السوا. ومقطعه بصل، طبعا الكميات على حسب ما احنا بنحب، وطماطمايه واحده، وفي قرنين فلفل اخضر، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم. والبهارات بتاعتنا انا هستعمل معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، معلقه صغيره من البابريكا، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وربع معلقه صغيره من الكمون، وربع معلقه صغيره من بهارات الفراخ. هجيب بقى بوله هبتدي احط فيها البصل. انا عشان بحب البصل فيها بيكون اكتر، فانا بزود البصل عن البطاطس. ده كده بيكون سمك البطاطس ما نخليهاش رفيعه قوي. معلقه صغيره، معلقه توم مفروم. يبقى حطينا بصل، بطاطس، توم مفروم، طماطمايه واحده، وقرنين او قرن فلفل اخضر. وهنبتدي نحط التوابل بتاعتنا. وكمان انا حاطه معلقه صغيره من السكر، لان انا هحط فيها صلصه طماطم. هبتدي بقى اقلب وده الملح طبعا. هبتدي بقى اقلب الخضار ده كله مع بعضه كويس قوي بالتوابل بتاعته، بحيث ان كله يتغلف بالتتبيله وكله ياخد من طعم بعض. هبتدي اقلبهم كده مع بعض كويس قوي. هبتدي بقى انزل الفراخ بتاعتنا، طبعا نكون غسلينها كويس قوي ومصفينها. هبتدي انزلها كده واقلبها في التتبيله والخضار بالشكل دوت. انا عارفه ان صينيه البطاطس طبعا كل الناس بتبقى عارفه تعملها، بس اتمنى انكم تجربوها بالطريقه دي. هي سهله قوي وخفيفه، ان شاء الله هتعجبكم. وكمان لو حد لسه عايز يجرب كده يجربها، او يكون اول مره مثلا داخل الفيديو كده وعايز يجربها، ان شاء الله تكون سهله عليه وتكون ناجحه جدا معاه. هنبتدي بقى ننزل كل الخضار والفراخ بتاعتنا في الصينيه بتاعتنا بالشكل دوت. وهبتدي احط الفراخ هي اللي فوق الوش. احط الخضار كده من تحت، والبطاطس والبصل والطماطم من تحت، وهبتدي ارص الفراخ فوقيها. بتبقى بالشكل ده. بصوا الفراخ اصلا اتبلت بالتوابل بتاعتنا، وكمان هتاخد بقى من طعم البصل والبطاطس والفلفل. ده كده بيكون شكلها. هبتدي بقى دلوقتي اسويها على النار من فوق. هحطها على النار، انا ما حطيتش فيها ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. انا هعتمد على الدهون اللي بتنزل من الفراخ والميه اللي بتنزل من الطماطم من الخضار بتاعنا. اهم حاجه بقى هغطيها واحطها على النار، على البوتاجاز من فوق الاول، بحيث ان هي تستوي كده، تستوي الاول من فوق. هنا حطيت عليها الطماطم بتاعتنا، دي الطماطم اللي احنا مفرزينها مع بعض. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. هبتدي انزلها بالشكل دوت. دلوقتي بقى هبتدي انزل عليها حوالي كوبايه ميه. هبتدي بقى اقلبهم كده تقليبه بسيطه كده بالمعلقه،
بحيث ان الصلصة تختلط مع كل البطاطس والبصل والخلطة بتاعتنا بالشكل دوت. وببتدي احط الصلصة كده على الفراخ بحيث ان هي كله ياخد من طعم بعض. طبعا احنا في الوقت دوت بنكون معلين النار ونغطيها لحد ما تغلي، وبعدين نهدي النار شويه ونسيبها بقى لحد ما تستوي. ده كده بيكون شكلها. بصوا الميه، الخضار والفراخ بتاعتنا كله نزل الميه، فالميه زادت بتبقى بالشكل ده. اما تغلي بقى هبتدي اهدي عليها النار واسيبها كده براحتها لحد ما تستوي. ولما اتاكد ان الفراخ استوت من الناحيه اللي تحت هبتدي اقلبها عشان الفراخ كلها تاخد سوا زي بعض. هقلبها بالشكل دوت عشان اتاكد ان الفراخ بتاعتنا كلها استوت. بصوا كده البطاطس بتاعتنا هي استوت، وكمان الفراخ خلاص يعتبر استوت، بس هنسيبها بس اللي هي على الناحيه التانية بحيث ان هي تشرب كويس قوي من التتبيله وتبقى دايبه كده وتبقى طعمها حلو قوي. هغطيها. هرجع بقى تاني اعدل الفراخ تاني زي ما هي عشان ادخلها الفرن. كده انا اتاكدت ان الفراخ بتاعتنا استوت والبطاطس والبصل كل حاجه استوت. ده كده بيكون شكلها. كمان انا قبل ما دخلتها الفرن رشيت كده على الوش رشه كزبره ناشفه ودخلتها الفرن. انا دخلتها على الشوايه لان هي خلاص مستويه، احنا بس محتاجين ان هي تاخد وش من فوق، اللون من فوق. ده كده بيكون شكلها بعد ما نطلعها، بتبقى بالشكل دوت. ريحتها حلوه جدا وطعمها حلو قوي، وطريقتها كمان سهله وخفيفه. اتمنى انكم تجربوها، ان شاء الله تعجبكم. انا عامله جنبها رز اللي هو حبه وحبه، ونعمل جنبيها طبق سلطه وبألف هنا. ده كده بيكون شكل الطبق معايا. بصوا دلوقتي هوريكم ان البطاطس مستويه والفراخ مستويه ودايبه جدا، وريحتها وطعمها حلو قوي. اتمنى انكم تجربوها وان شاء الله تعجبكم. بصوا البطاطس مستويه جدا والفراخ اهي طريه قوي ودايبه قوي وحلوه جدا. يا ريت لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انزله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.